قريبا سنرى رئيس الشرع في قصر الاتحاديه تفرش له السجاجيد الحمر ويستقبل، وكل هذه الجوقه من الاعلاميين ومنهم الضيف الكريم انذاك سيسبحون بحمد الرئيس الشرع مجددا، وسيتكلمون بان الرئيس الشرع هو الفاتح وغير ذلك. ثانيا المغالطات التي ساقها الضيف الكريم مساله حرس مصر وغير. اولا دعينا نبارك لمصر الشقيقه الانباء التي وردت قبل نصف ساعه عن نجاح مصر في تغيير صيغه اتفاق الغاز مع العدو الصهيوني. اتفاق الغاز يا جماعه، العدو الصهيوني دوله مطبعه لها علاقات ممتازه مع الكيان الصهيوني وتبيع العالم كلياته تبيع العالم شهادات وطنيه. انتم مطبعين، العلم الاسرائيلي مرفوع في القاهره، والجيش تبعكم هو مسموح له والجندي الاسرائيلي موجود في دمشق. انا لم اقاطعك يا استاذ مالك. يا استاذ مالك، نعم يا استاذ مالك، لم اقاطعك. نعم هو فقط يقول بانه الجندي الاسرائيلي موجود في دمشق. نعم استاذ مالك الحبيب، انا لم اقاطعك يا باشا، معلش. تفضل لتكمل في الفكره. نعم. الامر الثاني، انتم دوله مسموح لكم يا باشا انكم تقربوا جندي واحد من الحدود، معبر رفح سكرتوه وقعدتوا تقولوا كذا. اعلام يا استاذ لورين، هذا الاعلام نفسه. الجنود عندك جوه دمشق، الجنود جوه دمشق. استاذ ماك لو سمحت. يا استاذ نحن دوله جديده يا اخي، عم نتفاوض معهم، عم نتعلم منكم. ما لا ندعي البطولات، لا نقيم احتفالات بمليارات الدولارات وشعبنا شحات ونسبة الفقر عندنا 99%، لا نقيم ذلك. عرفت شلون؟ نعم لتكمل. متناقضين على راس السطح. نفاوض علنا نفاوض يا باشا. بس يا استاذ نتنازل عن الجولان علنا، نتنازل عن الجولان يا حبيبي. بس نعم استاذ ماك لو سمحت، تضيق الوقت. نعم بتكمل بالفكرة لو سمحت. استاذة لورين، نفس هذه الجوقة من الاعلاميين يا استاذ مالك، مصطفى بكري، احمد موسى، نشأة الديه وغيرهم، هل تعلمين استاذة لورين بان هؤلاء انفسهم يمتدحون الحوثيين بانهم مقاومه؟ الحوثيين اللي بشهاده الرئيس السيسي يقول اضروا باقتصاد مصر 9 مليار دولار في قناه السويس. الاعلام المصري افتحي على اي قناه يمتدحهم حتى اليوم. نفسهم يمتدحون الهالك حسن نصر الله وهو مصنف على قوائم الارهاب في مصر. دوله متناقضه، اعلام متناقض.